المسابقة سهلة جدا وبسيطة. اوكي، كل اتنين يعني 3 ضد بعض طبعا. هأدي 3 مواضيع او بالاحرى 2 مواضيع، اللي هيجيب 2 ويعرف ايه المواضيع اللي انا بتكلم عنها هو اللي هيتأهل معانا النهارده للنهائي، وواحد هيروح. اوكي، فاهمين يا حلوين؟ بس بعد ما انا اعد 10 انتوا كل واحد فيكم هيزت نرد ويقول لي ايه اسم الحاجه اللي انا كنت بتكلم عليها او الموضوع اللي انا كنت بتكلم عليه. تمام، هنبلش ولما يجي تالت طلعوا. يما بصراحه يعني هي الدنيا واحد مش عارف يعيش فيها اكتر من كده، واحد يتعب بقى. احنا قاعدين في البيت لا بقينا ولا علينا. عندنا مكان بيجوا يزورونا فيه الناس طبعا يعني لما يجوا، بس هم بيقعدوا على ايه؟ والله ما عارفه، باظ هو. المهم اللي بيقعدوا عليه ده باظ. امي بقى راحت ماسكه ابويا وقالت له ماليش دعوه ماليش دعوه، لازم تجيب لي بقى وتجيبوا اكتر من تاني. اللي انت جبته لي تاني بيجيب 6 اشخاص، انت تجيب لنا بقى 12 شخص عشان بيجوا يقعد يعني، ومعاه كراسي ومخدات كبيره والوان فاتحه واو، ومعاها حته ترابيزه عشان يعني يحط عليها الشاي والقهوه. هو مكان مفتوح هنا في البيت عند كل واحد فيكم، حتى بيقولوا عليه بلكي بملك على هالصوت. يمكن هو كمان يطلع يعني بيقولوا عليه جواز حاجه، مش عارفه هو جواز ايه. الاثنين اللي بيتعرفوا ده يبقوا يعني جايبه امك شافتك ام شافتك مش عارفه ايه، يبقى جواز ايه انتوا عارفينها دي. بس هو نفسها الكلمه على حاجه انت بتقعدي عليها في البيت بيبقوا الناس تضيفيهم عندها. يلا كده ونروح للعد ونقول الو. نروح للي بعده. مع اني مامي بتحب الاغنيه دي بس انا هغيرها عشان لازم حاجه هاديه دلوقتي صراحه، عشان انتوا مصريين يعني ما شاء الله كلكم. انا هقول موضوع حلو عشان انا كنت مستنياه. هو يوم بيحتفلوا بيه المصريين، ماشي؟ لا يا نسرين انت من 10 قومه، انت مصريه اكتر مننا، ما تقعديش مستغربه يعني. ما بلاش فضاي. يوم بيحتفلوا بيه المصريين وبياكلوا فيه عارفه ايه موضوع كل دول مع بعض، ماشي؟ اخدناهم ورحنا بيهم الحديقه. هو يوم عالمي بيحتفلوا بيه المصريين. من فوق ونبدا من هنا. اوبا قيصر جاب 8 وزوبا. شم النسيم. اوبا شم النسيم. ما شاء الله وانت تعرف تشم. انا بتشم سريع. نورنجا بقى ونسيم وحاجات حلو. نقطه كده عن الفريق ده نروح للفريق